هو انا عمري مكتوب، يعني عمري ما فيش منه وفار مكتوب ان انا اعيش كام يوم وكام سنه وكام ساعه وكام دقيقه، مش كده؟ كل حاجه في الدنيا مكتوبه، ربنا كاتبها في اللوح المحفوظ من قبل ما تولد. وكذلك رزقك، رزقك اللي مكتوب لك هتكسب ايه وهتعمل ايه وهتبقى معاك كام والكلام ده كله، رزقك ده مكتوب ومضمون. الرزق هيجري وراك زي ما الموت بيجري وراك، لان انت لن تموت نفس حتى يعني تستكفي كل حاجه، حتى رزقها، حتى اكلها، حتى شربها. لك شربه في الهند هتروح تشربها، لك لقمه في اخر بلاد الدنيا هتروح تاكلها. يعني معنى كده طالما رزق مكتوب ومضمون، اريح دماغي بقى، لا شغل ولا جري ولا متاعب دنيا ولا متاعب حياه ولا نائب في فلان وفلان ينائب فيا. لا، انت فهمت الموضوع غلط. انت مطلوب منك الاجتهاد، مطلوب منك يعني اذا قامت القيامه وفي احدكم فسيله زرعه كده انت مطلوب منك لحد اخر دقيقه في حياتك تقوم بالمطلوب منك في شغلك، في حياتك، في التزامك ببيتك وعيلتك واسرتك. مطلوب منك كل ده. مش معنى ان رزقك مكتوب ومحتوم ان انا افضل نايم ورزقي هيجيلي. لا 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 لا، تاخد بالاسباب، رزق مكفول، لكن تتوكل على الله في ان انت تاخد بالاسباب. يبقى انا كطالب ما اقولش ان انا ربنا كاتب لي ان انا هنجح او مش هنجح، يبقى انا اذاكر او ما اذاكرش، انا كده كده مكتوب لي النتيجه، مكتوبه مقدما ان انا كده ناجح او ساقط، فانا هروح ايه بقى؟ يعني ان هروح الامتحان واللي ربنا رايده هو اللي هيكون، فبلاش اتعب روحي ولا اعمل ولا اخلي، اسيب عربيتي مفتوحه، ولو ربنا رايد لها انها تتاخد، ربنا مش رايد لها انها تتاخد، ربنا مش كده. اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. انت خد باللي عليك، خد بالاسباب، انت اسعى، اجتهد، قم باللي عليك، والنتائج دي عند ربنا. لكن اعرف ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. هتعمل طيب هتلاقيه. الزرعه اللي هتزرعها وهتديها كماوي وتديها ميه وتراعيها طول السنه، على اخر الموسم هيجي لك منها الخير. لكن لو الارض الزرعه في الارض واترمت، لا دورت على ميه ولا على كماوي ولا على طب يبقى انا مغفل لو فكرت ان حبه الغله اللي انا حاططهم دول هيطلعوا لوحدهم. ازاي؟ كل حاجه في الدنيا محتاجه اهتمام ومحتاجه رعايه ومحتاجه اجتهاد عشان ربنا يريد انها تطلع الثمره المرجوه منها. يبقى انا لابد اخد بالاسباب واسعى، وفي النهايه اتوكل على الله وربنا هيكرمني. لكن ارمي كل حاجه على القدر وان شاء الله اللي مكتوب مكتوب، ده مش توكل، ده تواكل. في فرق كتير وكبير ما بين التوكل والتواكل. ان انا بتواكل دي انا كده كسولي وراجل منفض دماغي وراجل بقول يعني لا لا لا. انت تاخد بالاسباب وتسعى، ورزقك مضمون ومكتوب، مفيش حد هياخد حاجه مكتوبه لك. علمت ان رزق لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي. رزقك مش حد هياخده غيرك، مكتوب لك ومضمون لك، لكن انت مطالب بالاجتهاد وبالسعي والتوكل على الله، واللي مكتوب لك هيجي لك. يبقى انت خدت بالاسباب واعتمدت على الله وتوكلت على الله واجتهدت، وفي النهايه جالك اللي مكتوب لك، لكن بعد اجتهادك، لان هو رزقك معلق باجتهادك وبجريك. زي ما قلنا الفلاح اللي رمى البذره وما اهتمش بيها مش هتجيله نتيجه منها. ولا تجيله الطالب اللي ما ذاكرش ولا فتح كتاب يقول لك انا هنجح، مش هتنجح. ما هو انت نجاحك معلق باجتهادك. فده لابد ناخد بالنا منه ونعلمه لاولادنا ونعلمه لاحبابنا، ان لابد عشان تاخد اللي عند ربنا برضا ربنا الاول، لان اللي عند الله لا يرضى، يعني ايه، لا يعطى الا بطاعته. طيع ربنا واجتهد وربنا هيديك افضل مما تتمنى. السلام عليكم.